زادت ثروته 30 مليارا في يوم واحد. تجاوزت ثروة قطب الاتصالات المكسيكي اللبناني الأصل كارلوس سليم حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق بعد مرور 12 عاما على تتويجه كأغنى شخص في العالم. الملياردير البالغ من العمر 83 عاما لم يقم سوى ببعض الإصلاحات الرئيسية لمحفظته في السنوات الأخيرة، إلا أن ارتفاع العملة المكسيكية بنحو 14% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام قد زاد من ثروته حوالي 27 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار في يوم واحد، ليزيد تقدمه كأغنى رجل في أمريكا اللاتينية وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. يأتي الجزء الأكبر من ثروة سليم البالغة 101 مليار دولار من شركة الاتصالات أمريكا موفيل وشركة سليم جروب كارسو التي تقوم بكل شيء بدءا من البناء إلى تشغيل المطاعم والمحلات التجارية وارتفاع أسهمها بنسبة 109% هذا العام. سليم الذي هاجر ووالداه اللبنانيان إلى المكسيك عام 1902 كان أحد أكبر المستفيدين من حملة الخصخصة واسعة النطاق في أواخر الثمانينات والتسعينيات، حيث استحوذ على شركة تيليميكس وقام بتنبيتها لتصبح شركة عملاقة مثل أمريكا موفيل التي تعمل في 22 دولة وحققت إيرادات بلغت 42 مليار دولار العام الماضي.